الفترة اللي فاتت عملنا تحدي كان مدته 60 يوم. التحدي ده عملت تحول جذري حرفيا، تحولت 360 درجة خلال 60 يوم. ولكن طبعا طبيعي جدا ان احنا يحصل لنا دروبات وي وكل الحاجات دي، فطبيعي ان احنا مستوى يقل شوية. فالمستوى قل فعلا وقل بنسبة 50%، مش رقم قليل. طبعا مجهود اللي بتبذله ضاع عليك، المصاريف اللي صرفتها ضاعت عليك، التزامك ضاع عليك لمجرد ان انت ممكن يحصل لك اي دروب والدنيا تبوظ. الفكره كلها ان انا عايز اقول لك كمل ما توقفش. طبعا احنا النهارده ان شاء الله اول يوم في الدايت، هشارك معاكم الرحله ان شاء الله. التحدي المره دي مش هيكون 60 يوم، هيكون اقل من 60 يوم. هذكره لك لما نشوف هنوصل لايه لحد اخر الشهر ده. طبعا في التزام قوي، في تمرين قوي، ان شاء الله نعمل مستوى كويس. كنت كمان قلت في فيديو ان انا هستخدم منشطات الفترة الجاية، ولكن قررت ان انا مش هستخدم منشطات وهكمل الموضوع طبيعي 100%. ان شاء الله هشارك معاكم بعض الاكل والفيتامين اللي بستخدمه، اسلوب التمرين والكلام ده كله. واحدة واحدة ان شاء الله هنزل لكم كل حاجة، ويا رب اساعدكم ان انتوا توصلوا لاهدافكم. وطبعا لو انت من لسه ما بتحبش دعوة تقدر تبعت لي رسالة اظبط لك كل حاجة، وهنشجع بعض ونبدأ التحدي مع بعض. سلام.